السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا جاي لكم فيديو جديد، فيديو ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، هنعمل حاجة جميلة جدا جدا بالجلاش المكسر. يعني لو عندك لفة جلاش كده من رمضان مكسرة ومهربدة زي اللي عندي دي كده بالظبط، هتعملي بيها احلى فطيرة كده. يعني مش قادرة اقول لكم على جمالها. ما تقوليش بقى بيتزا، فطير شرقي كده محشي اي حشو عندك بقى تعمليه. نسمي الله ونصلي على الرسول كده، وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. طبعا جبت لفة الجلاش زي ما شفتوها كده، والله طلعتها لقيتها بالشكل ده. قطعتها كده، هنقطعها بالسكينة كده، او حتى لو سليمة وحابة تعمليها برضو مفيش مشكلة. هنقطعها بالسكينة بالشكل ده اهو. ويعني عايزه اقول لكم جميله، احنا عملنا كمان يعني مع بعض طرق كتير قوي للجلاش، وعايزه اقول لكم الطريقه دي جميله جدا ان شاء الله هتعجبكم وهتعملوها. ويعني مش قادره اقول لكم بقى، يعني ولا عجن بقى ولا اي حاجه، بيتزا كده سهله على السريع. قطعت كده وفرهدت من بعضه كده زي ما انتم شايفين. دي طبعا لفه يعني ما حصلتش حتى 400 جرام، يعني بتاع 350 جرام. انا هعملها بحشوه ايه؟ السجق. خلاص، يعني اي حشوه بقى انت حابه تحطيها هتحطيها. انا بصراحه كان عندي كده سجق كده، جبته كده في قلب الطاسه في شويه زيت. طبعا زودت الزيت شويه عشان الطاسه دي ألمونيا. هحمره كده، بس هنديله كام تقليبه كده تشويحه على النار. دي الحشوه بتاعتنا. طبعا زي ما قلت اي حشوه انت حباها. حابه بقى جبن، ميكس جبن، فراخ، لحمه، اي حاجه، بسطرمه، لانشون، اي حاجه انت بتحبيها يعني هتحطيها في الحشوه اللي انت يعني اللي انت حباها تضيفيه. طبعا اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسنيش بدعوه حلوه من قلوبكم الجميله واللايك والاشتراك كده عشان عيلتنا تكبر بيكم، وانا وبناتي ان شاء الله مكملين مع بعض. هنا كان معايا بقى بصراحه زيتون كده مخلي، ومعايا فلفل، ودي طبعا سمنه كده. هحط اول حاجه كده في الصينيه كده اللي احنا هنحط فيها ايه الفطيره بتاعتنا. حطيت كده معلقتين كبار كده من السمنه، ونزلت كده على بقيه السمنه معايا بكوبايه من الحليب. طبعا السمنه يا مدوب مفككينها بس. وحطيت ايه معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من الملح، وهحط معلقه مليانه صغيره من بيكنج باودر. عايزه اقول لكم بقى بيخليها هشه كده وخفيفه جدا. وبيضه واحده. خلاص، وهحط رشه صغيره جدا من الفلفل الاسمر. دي التشريبه اللي احنا هنعمل بيها ايه؟ الفطيره بتاعتنا اللي هي هتستوي يعتبر بيها بالشكل ده. طبعا كنت حمرت، طبعا شفتوا ان احنا شوحنا مع بعض ايه السجق كده. هقطعه بقى ايه التقطيع اللي احنا ايه هنحطه في قلب الحشوة من جوه. زي ما قلت اي حشوة انت حابة تحطيها هتضيفيها، مش شرط سجق، اي حاجة. حطيت نص الكمية كده اهو في قلب الصينية من تحت اهو. بفردها كده في صينية. دي طبعا صينية يعني وسط، اللي هي الصواني 3 ببعض، دي الوسط. على حسب طبعا لفة الجلاش. زي ما قلت لكم ان اللفة دي كانت حوالي 350 جرام، ما كانتش كبيرة قوي. حطيت بقى شوية من التشريبة كده. طبعا البيكنج باودر لما قعد فيها والحاجات دي خلاها عاملة زي ما تكون عليها خميرة. ما شاء الله، يعني ملت كده. حطيت طبعا الفلفل، وحطينا الزيتون، وحطينا بقى رشة كده من الجبنة الموزاريلا كده. وهنحط طبعا ايه السجق اللي احنا ايه حمرناه كده. حطينا الحشوة زي ما شفتوها كده اللي احنا قلنا عليها، وقلت الحشوة اختياري على حسب كل واحد وراحته. هحط بقى الجبنة الموزاريلا كده بالشكل ده، هنحط شوية منها طبعا. والتشريبة هنحط برضو كده معلقتين من التشريبة اللي عملناها. عايزة اقول لكم بقى كانت جميلة جدا جدا، بتمنى فعلا ان انتوا تجربوها. واحط بقيت بقى الجلاش اللي معانا بالشكل ده. بس هنفرك كده، هنغطي بس الوش كده. معلش الكاميرا كانت قفلت هنا. حطيت بقى بقية التشريبة بالشكل ده على الوش كلها، وهنحط اخر شوية جبنة عندنا بقى وخلاص على كده. طبعا كنت مسخنة الفرن من فوق ومن تحت على حرارة 180. بسم الله ما شاء الله، طلعت معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شغلت بصراحة من تحت وحطيتها في الرف اللي في النص. قعدت بسم الله ما شاء الله نص ساعة، وطلعت معايا يعني فطيرة. مش قادرة اقول لكم بقى بيتزا فطيرة. حاجة جميلة جدا جدا، احلى بقى من الجلاش ما تورقي ورقة وورقة، يعني حاجة اللهم بارك. جميلة جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله، يعني وجبة متكاملة، يعني ما شاء الله، يعني جميلة حلوة قوي بصراحة. يعني مش قادرة اقول لكم على جمالها. بتمنى فعلا ان انتوا تجربوها
وان شاء الله تعجبكم جدا. واللي طبعا يجربها يكتب لي كده في التعليقات ويقول لي ايه رايه، ويدعوا لنا دعوه حلوه كده من قلوبكم الجميله. وبصوا بقى طلعت معايا عامله ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميله جدا وريحتها كانت قلبة الدنيا. يعني حاجه جميله وبسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا اللي كل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا ما شاء الله الجبنه بتمط فيها، مع اني محطناش يعني جبنه كتير، حطينا على قد اللي عندنا، بس طلعت معايا بسم الله ما شاء الله حاجه بمنتهى الجمال. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسناش بدعوة حلوة من قلوبكم الجميلة، وما تنسوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من انا وبناتي. وبحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا، اخواتي من جوه مصر وبره مصر، وبتمنى لكم كل النجاح.